السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رد السلام يا بنت التوهية. رد السلام بحسنات على فكرة، بس مش فاكرة كم حسن، بس هو بحسنات. النهاردة صحيت ملقتش عندي عيش. كنت هبعت الواد يجيب عيش من تحت، مرضيش يروح. قلت ايه، ما بدهش بقى، انا هعمل كام رغيف كده عيش شمسي. احنا صعايدة يا بنات، والعيش ده هو الاساسي عندنا وكده، بناكل بيه والكلام ده. ماشي، انما العيش بتاع الفرن ده بقى ايه، بنعمله للمجالي. المهم يا بنات، حطيت حبة مية دافيين، وحطيت باكت خميرة عشان كنت مستعجلة على العيش. تمام، ومعلقة سكر ومعلقة ملح. معلقة السكر دي بتاعتي انا، امي بتقول لي يا خايبة ما بتحطلهوش سكر. المهم يعني ايه بتاعتي يعني، فبحس ان هي بتفرق على فكرة في العيش. المهم يا بنات، طبعا لازم ننخل الدقيق الاول، اهم حاجة اهم حاجة يا بنات ننخل الدقيق. تمام. سوسة، احنا طبعا دلوقتي خلاص داخلين على الصيف، فسوسة بقى، إيه غبارة، تراب، اي حاجة كده يعني، فاهمين؟ المهم يا بنات، انا بعجنه كده. هو عامه مش بياخد وقت في العجن. تمام. والعجينه بتاعته اللي هي بتبقى إيه يعني ماسكه شويه، هتشوفيها طبعا دلوقتي معايا. المهم يا بنت التوهيه، اعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك، مش هتخسروا حاجه يا بنات. دوسوا اشتراك وانتوا واقفين. اللي في فيديوهات عندي معديه ال 1200 وال 1500 مشاهده يا بنات، و... ومفيش مشتركين. ازاي؟ طب يعني انتوا بتتفرجي، دوسي مشاركه يا وليه، مش هتخسري حاجه. دوسي، ما فيهاش حاجه، ده اشتراك. دوسي اشتراك بس سهله بسيطه، اهي ما فيهاش حاجه. واعملي لايك للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكيش اعملي لايك برضه، عشان هعمل لك حاجات احلى، ما تقلقيش. المهم اعملوا لايك وفولو، خلاص احتسبوها صدقه. المهم ما علينا يا بنات، طبعا انا عجنت اهو. غطيتها طبعا بالغطا وكده، وسبتها عشان تخمر. هنا كانت خمرت يا بنات وكبت مني، لان انا سبتها للاسف ورحت طلعت ابص على الشقه وكده، روقت الدنيا ولميت مكان العيال واللعب بتاع العيال وكده، فاساسا نسيتها. تمام. فالمهم ايه، دخلت كده مسكت الصينيه دي اللي كنت بنخل عليها الدقيق، حطيت حبه رده. الرده دي يا بنات بعد ما بنطحن القمح عندنا هنا اهو، بيطلع لك الرده وبيطلع لك الدقيق، اكيد عارفين الرده يعني. المهم يعني احنا بنشوي بيها سمك. ماشي، دي الرده الناعمه، بنشوي بيها سمك وبنحطها تحت العيش. في ردة خشنة يا بنات، بس هي دي بتاعت الطيور يعني، مش بتاعت البني ادمين. بس زمان كانوا بيحطوها في نوع عيش كده بيتعمل بالحلبة وكده، هبقى اعمله لكم في مرة. تمام. هنا قطعت العيش يا بنات. ماشي، انا بصغره مش بخليه كبير، بس هو على فكرة في رغيفين مني طلعوا كبار مني وساحوا يا بنات. مش حابة اصدمكم لان الكهرباء اصلا قطعت عندي. تمام. ف البتاع ده، لا اله الا الله، الكهرباء قطعت وانا بخبزهم كنت في الفرن الكهرباء، مش عندي فرن غاز. فخمر كده ونزل، وفي كام رغيف كده منهم باظوا مني، لاني بعد ما خمروا الخمر بتاعهم نزل. تمام. المهم يا بنات، هنا قطعت كده العيش. فصلت الصوت يا بنات، ودين رجعت بسجل لكم تاني، لاني تقريبا لقيت ان هو مفيش صوت وكده، بس طلع بيتهيألي. هنا يا بنات اسمها ايه، بنساوي العيش. ماشي، لان انت بتقطعيه بايدك، فاحنا عايزينه يكون مدور. انا عامه يا بنات والله ما بهتمش بحوار مدور ولا مربع ده ولا الحوارات دي خالص. انا والله يا اختي بقطع الرغيف بايدي واحطه على الصينيه. المفروض يا بنات طباعه، ماشي، بتتعمل بالورق برضه، هبقى اعملها معاكم في مره، لان حوار الصينيه ده مش نافع. ماشي. فبسويه كده بايدي، والنبي يا اختي بقى مدور كان بيها، ما بقيش مدور يا اختي، ان شاء الله لعنه بقى مدور يعني، هو هينزل البطن صحيح. ما علينا، ما تاخدش على كلام يا بنات، العين بتاكل قبل البق والله، بس انا كنت مستعجله. ماشي. المهم يا بنات، سويته كده بايدي بسرعه، ودي هنا كانت لازقه في الصينيه كده حته، فطلعتها. العيش ده يا بنات مع الباميه الخضراء اللي هي الويكه. ماشي. ولا الملوخيه الخضراء، يا لهوي، تحفه تحفه. بس كده يا بنات، انا بحاول اسويه، بس الرغيف ده كان لسه ما الوش بتاعه ما شفش شويه، فانا عشان كده ما تسواش حلو يعني. ماشي. وهنا كان في واحد ايه ده شبك في ايدي خالص، انا ما خدتش بالي ان هو لسه ما اتعملش كويس. هنا كان خمر يا بنات، فاحنا بنقلبه على الناحيه التانية. ليه؟ عشان هو المفروض الناحيه التانية يشف، اللي هو ايه، يشف اللي هي الحته اللي بين اللي هي على الصينيه دي. ماشي، بتكون طريه جدا لان الصينيه اللي تحتيه بلاستيك، فاحنا بنرفعه كده عشان يشف شويه، فاهمين؟ بس انا عملته كده بس عشان خاطر هو حوار الصواني ده مش نافع، هو عايز الطباعة. الطباعة بتديله
يعني بتديله كده تخليه كده يشف، انما الصينيه بتخليه يكون زي عرجان كده من تحت، فمش بيكون مش بيكون حلو. وعامة يا بنات والله كل مرة بعمله حلو، بس المرة دي عشان انا بصور ماشي. انتوا عارفين الحاجة لما تكونوا عاملينها لحد ماشي فما بتتلائم، فاهمين؟ المهم يا بنات هنا سندت فوق البوتاجاز عشان الرخامة اللي انا كنت حاطاه فوقيها دي كان هي اللي فوقها الفرن وكده، فانا فضيتها عشان خاطر اعمل العيش وكده، عشان ما يسيحش اكتر ما هو سايح، كفايه على الكهرباء. حطيته يا بنات، حطيته في الفرن وكده، وهيبقى هوريهولكم دلوقتي بعد ما طلع. دي كانت اول رصه، كانت 3 رغفه. دي اول رصه، كان لسه سخنه اهو. بصوا كده لما يتفتح مفيد جدا يا بنات. احنا طبعا عارفين ان الرده برضو مفيده جدا للاطفال بالذات، ومفيده للمعده ماشي. فهو كده انا بحبه على فكره يا بنات يكون احمر شويه من كده. بص انا بحبه اللي هو كانه محروق، بحبه يكون احمر عن كده يعني، اللي هو كانه محروق، بس غصب عني طبعا عشان العيال وكده ما يقولوش حركتي يا ماما، فغصب عني بسيبهم لهم اللي هو ايه اصفر.